ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل دبابيس الفراخ بطريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه زي ما احنا متعودين، لان زي ما انتوا عارفين انا عندي بيبي، فبحاول اعمل اي اكلات سهله وبسيطه وسريعه في نفس الوقت وتكون حلوه. فالنهارده هنعمل حاجه جديده كده، وان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم جدا. وبصوا الفراخ هتطلع دايبه جدا معاكم، والصوص ده كمان مع شويه رز بشعريه كده هيوديه في حته تانية خالص. هنجيب دبابيس الفراخ بتاعتي واقطعها بالطول بالشكل ده عشان التتبيله تتشرب كلها في الفراخ. هجيب كيس تلاجة واحط فيه توم مفروم وكمان بابريكا وبهارات فراخ وزعتر وكزبرة ناشفة، وهحط كمان ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر. الأساسي معايا في الوصفة دي دبس الرمان والمستردة. واحط كمان دبس رمان ومعلقة زيت ومستردة وخل وعصرة ليمون. بس مش موجود دبس رمان ومستردة، ممكن نستغنى عنهم ونحط أي توابل تانية، مفيش مشكلة خالص. يعني موجودة عندك ممكن تعمليها وهتطلع برضو حلو. هنبدأ نحط الفراخ بتاعتي في التتبيلة بالشكل ده، واحرك الكيس كويس قوي لحد ما اتأكد ان الفراخ كلها شربت التتبيلة. هسيبها في التلاجة يوم او 3 4 ساعات. هجيب جريل على النار بقى واحط فيها زبدة وهدي الفراخ بتاعتي صدمة بس كده، عشان ايه الطعم برضو، والصدمة دي هتديها طعم حلو قوي. هنبدأ نشيله في طبق ونحط مكان الفراخ في الجريل كده بصل، ومش عايزاه يتشوح ولا انا عايزاه بس يدبل سنة بسيطة. وهبدأ اجيب طاجن واحط فيه البصل بتاعي وهرص كمان الفراخ بتاعتي بالشكل ده، واحط بقى التتبيلة والصوص اللي كان نازل مكان التشويح، واحط معاها طماطم وفلفل متقطع وورق لورا. وهبدأ اغطيها بورق زبدة وورق فويل وادخلها على الفرن لحد ما تستوي. بصوا شكلها بجد تحفة. هبدأ اقدمها بقى بالشكل ده. والصوص بتاعي اللي هيفضل اللي هو مكان الفراخ هيكون مقطعة كزبرة خضرة كده وهمشي عليه من فوق. هتديكي طعم حلو قوي للصوص، وهتديكي طعم حلو قوي للفراخ. وكمان الطماطم مع الفلفل مع التتبيلة بتاعة الفراخ حلوة جدا. بجد جربوها هتعجبكم جدا، وجربوها جنب رز بشعرية ومع الصوص ده وقرن شطة حامي، هتوديه بجد في حتة تانية خالص. ولو في اي حاجه سيبها لي في الكومنتات وانا هرد عليكم، وان شاء الله اللي يجربها يقول لي، وان شاء الله بجد تعجبكم. وزي ما احنا متعودين هنعمل برضو الفتره الجايه اكلات سهله جدا وسريعه كده، ولو في اي اكله عاوزينها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات.